لو انت من عشاق القهوة فالفيديو ده علشانك. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نطلب قهوة بالانجلش، وايه انواع القهوة، وايه الاضافات اللي بتيجي مع القهوة، وكمان ازاي ندفع الفلوس. حلقة النهارده مهمة جدا جدا وفيها حاجات هتسمعها لأول مرة. خليك معانا لاخر الفيديو وأوعدك ان شاء الله انا مش هضيع وقتك على الفاضي. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام نيزي انجلش. اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس المحادثه، واللي هتلاقيه في قناه اليوتيوب في زر رقم التشغيل مترتب حلقه 1 2 3 4. لو انت متابع معانا الكورس من اوله فانت اكيد عارف مين روب ووكا ومين جيني زيلينسكي. ولو انت مش عارف مين دول انصحك انك تشوف الكورس من اوله، لان الكورس ده كل حلقه بتبني على اللي بعدها وبعدين تيجي تشوف الحلقه دي. وعشان ما اطولش على حضراتكم خلينا نشوف اول مقطع وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ يلا بينا. Can I help you? What would you like, Jenny? An espresso, please. Single or double? Double. Can I have a latte, please? Regular or large? Large. To have here or take away? To take away. Anything else? No, thanks. اهلا بيكم للمره الثانيه. روب ووكا الصحفي هيعزم زميلته اللي هي جيني زيلينسكي على قهوه. فطبعا بعد ما دخلوا الكافيه فالنادل اللي موجود في الكافيه او الشخص اللي شغال في الكافيه، وده ممكن يبقى اسمه باريستا، ده طبعا بيقول لهم can I help you. ودي طبعا ده تعبير دايما بيقولوا اي واحد شغال في محل. يا ترى ممكن اساعدكم ازاي؟ او اتفضلوا. طيب يا ترى في صيغه تانية ممكن يستخدمها النادل ده او الشخص اللي بيقدم قهوه؟ طبعا في صيغه تانية كتير، زي مثلا may I take your order، يعني ممكن اخد طلبك. او ممكن اقول what would you like، what would you like، ماذا تحب. او ممكن يقول what can I get you، what can I get you، يعني ممكن اجيب لك ايه. وممكن نقول what will you have، what will you have. كل دي صيغ ممكن يستخدمها الشخص اللي شغال في الكافيه، ولكن هي في المحادثة قالت can I help you. وكل الصيغ دي طبعا مقبولة وكلها صح. طيب وده السؤال اللي سأله روب لجيني زيلينسكي بعد كده، فقال لها what would you like Jenny، what would you like Jenny، يا ترى تحبي تشربي ايه. وطبعا خلي بالك انه في كوما بعد like قبل الاسم، كأنك بتاخد برهة صغيرة كده قبل ما تقول الاسم. what would you like Jenny. فهي طبعا ردت وقالت نوع القهوة على طول، فقالت an espresso please. وهي عايزة نوع القهوة اللي هو espresso. واحنا طبعا هنتكلم على انواع القهوة بالتفصيل، ولكن خلينا نرد على السؤال. لما حد بقى يقول لنا what would you like، تحب تاخد ايه، انا ممكن بقى ارد عليه اقول له ايه. طبعا في كذا طريقة للرد، زي مثلا I would like كذا كذا كذا، يعني انا عايز كذا. او I will have كذا كذا كذا، اللي هي ممكن نختصرها على I'll have، I'll have كذا كذا كذا. او ممكن اقول can I get كذا كذا كذا. وكلها دي صيغة مقبولة علشان يعني اقول انا احب اشرب ايه. ولكن هي قالت على طول an espresso please، يعني عايزة قهوة نوع اسبريسو من فضلك. طيب تعالوا بقى دلوقتي نعرف ازاي نطلب قهوة، وايه انواع القهوة المختلفة، وايه الاضافات اللي بتيجي مع القهوة. اول نوع قهوة اسمه اسبريسو، اسبريسو. ودي القهوة العادية بدون اي اضافة، هي كمية قهوة صغيرة او هي كمية من القهوة المركزة من غير اي اضافات. والكمية دي ممكن تبقى one shot، يعني كمية قليلة، او دفعة واحدة من القهوة. والكمية دي ممكن نقول عليها single، single يعني one shot، يعني كمية قليلة من القهوة. طيب وممكن تبقى two shots، يعني كميتين او دفعتين من القهوة، وفي الحالة دي نقول عليها double. يعني انت لو عايز كمية قليلة هتقول single، لو عايز كمية مضاعفة او double shots في الحالة دي هتقول double، double. دي يبقى one shot دي single اللي هي قليلة، two shots
دي اللي هي double ودي كمية مضاعفة. طيب الاسبريسو دي القهوة العادية خالص بدون أي إضافة، ممكن تتشرب لوحدها، وفي الحالة دي اسمها black coffee. black coffee يعني القهوة بدون أي إضافة. طيب النوع التاني بقى اسمه كابتشينو. كابتشينو وده عبارة عن اسبريسو اللي هي القهوة العادية، ودايما كل أنواع القهوة اللي جاية بعد كده لازم يدخل فيها الاسبريسو اللي هي القهوة العادية. الكابتشينو عبارة عن اسبريسو بلس ميلك، يعني القهوة الاسبريسو مضاف ليها ميلك اللي هو اللبن، مضاف ليها foamed milk on top. foamed milk أو foam هي الرغوة اللي بيبقى لونها أبيض اللي بتبقى في وش القهوة. يبقى الكابتشينو عبارة عن اسبريسو يعني قهوة عادية مضاف لها لبن مضاف لها foam. foam يعني الرغوة اللي من فوق. طيب النوع بعد كده اسمه لاتيه. لاتيه وده عبارة عن اسبريسو اللي هي القهوة العادية مضاف لها lots of milk يعني لبن كتير جدا. طيب النوع اللي بعد كده اسمه امريكانو. امريكانو وده عبارة عن اسبريسو يعني القهوة العادية مضاف لها hot water يعني مية سخنة. طيب النوع اللي بعد كده بقى اسمه موكا. موكا وده عبارة عن اسبريسو يعني القهوة العادية اللي هي القهوة الخام يعني مضاف لها ميلك يعني اللبن، وكمان مضاف لها هوت شوكليت. هوت شوكليت اللي هي الشوكولاتة اللي هو مشروب الشوكولاتة السخن يعني. طيب يبقى كده احنا عرفنا كل انواع القهوة، لو جينا نراجع لهم بسرعة كده. الاسبريسو دي القهوة العادية بدون اي اضافة. الكابتشينو دي القهوة الاسبريسو مضاف لها لبن وفوم ميلك اون ذا توب وعليها رغوة من فوق. في بعد كده لاتيه وده الاسبريسو يعني القهوة العادية مضاف لها لبن كتير جدا. في بعد كده امريكانو وده عبارة عن الاسبريسو مضاف لها هوت واتر مية سخنة. والنوع الأخير بقى اللي هو موكا ودي قهوة مضاف لها ميلك لبن معاها كمان هوت شوكليت. طيب بعد ما تعرفنا على أنواع القهوة تعال نتعرف بقى على أنواع اللبن اللي ممكن تضاف. أول نوع عندنا اللي هو low fat. low fat يعني لبن قليل الدسم. في ناس كمان بتحب اللبن اللي هو خالي من الدسم وده اسمه fat free. fat free وفي ناس بتحب اللبن اللي هو كامل الدسم وده اسمه full fat. full fat وفي ناس بتحب اللبن الصوي، والصوي ده عبارة عن لبن نباتي يصنع من بذر فول الصويا واللي هي صحية جدا اسمه صوي. طيب لو انت بقى عايز القهوة بدون اي لبن احنا قلنا قبل كده اسمها black coffee. ممكن تقول without milk او ممكن تقول black coffee اللي هي الاسبريسو. طيب كده بقى احنا عرفنا تاني حاجة اللي هي انواع اللبن. تعالوا بقى نعرف الكوفي اكستراز. كوفي اكستراز هي ايه الاضافات اللي ممكن تيجي مع القهوة. اول اضافة معانا ممكن تبقى كاراميل سيرب. كاراميل سيرب. كاراميل اللي هو الكراميل وسيرب اللي هو شراب الكراميل. في كمان ممكن القهوة تنزل مع حاجة زي شوكليت سيرب اللي هو شراب الشوكولاتة. في كمان فانيلا سيرب. فانيلا سيرب اللي هو شراب الفانيلا. ممكن تيجي مع كريم. كريم اللي هو الكريم. اذن الاضافات اللي بتيجي مع القهوة ممكن نقول كاراميل سيرب اللي هو شراب الكراميل، او شوكليت سيرب اللي هو شراب الشوكليت، او فانيلا سيرب، او ممكن تيجي مع كريم. تمام كويس جدا. نيجي بقى لحجم القهوة. الحجم الصغير اسمه small، والوسط medium، والكبير اسمه large، وممكن لو عايز يعني اكتر من كده اسمه extra large. لكن بقى لو انت في محلات القهوة المختلفة الاحجام بيختلف اسمائها. يعني مثلا لو في ستاربكس هتلاقي انه السمول بيقولوا عليه tall، والميديوم بيقولوا عليه grande، واللارج بيقولوا عليه venti. ودي اسماء يعني تبدو انها وكأنها ايطالية يعني، ولكن انت مش مطالب تحفظ الاسماء الايطالية دي. لو انت قلت small على الحجم الصغير، وميديوم على الحجم الوسط، واللارج على الحجم الكبير، انت كده مفهوم جدا. طيب كويس جدا. تعالوا بقى نتعلم ازاي نطلب قهوة. هقولك على تركيبة كده لازم نتبعها لما نطلب قهوة، ولما تقول عليها مثال بنفسك هتلاقيها سهلة جدا. اول حاجة بنقول السايز الحجم، وبعد كده type of coffee نوع القهوة، وبعدين type of milk او extras، وبعدين نوع اللبن اللي انت محتاجه مع القهوة سواء خالي من الدسم او كامل الدسم الى اخره. والاكستراز يا ترى عايزها بالكراميل سيرب
ولا عايزها بالتشوكلت سيرب ولا عايزها بقى مع اي اضافه. اذا الاول الحجم وبعدين نوع القهوه وبعدين الاضافه اللي بعد كده. طيب على سبيل المثال انا هقول اول واحد وبعدين هطلب منك تطلب قهوه بنفسك. لو انا مثلا محتاج قهوه كابتشينو الحجم الصغير مع الكراميل، ممكن اطلبها بقى ازاي؟ احنا قلنا الاول الحجم، فهقول انا قلت حجم صغير فهقول small. بعد كده هقول نوع القهوه اللي هي كابتشينو، وبعد كده هقول الاضافه اللي هي الكراميل سيرب فهقول with caramel syrup. فهتبقى بقى على بعضها كده I'd like to have a small cappuccino with caramel syrup. I'd like to have a small cappuccino with caramel syrup. دلوقتي بقى هسألك انت، يا ترى لو انا عايز اطلب قهوة نوع موكا حجم وسط مع الكريم اطلبها بقى ازاي؟ قدامك 5 ثواني. Yeah, great job. Perfect. You did it. طبعا هتبقى medium mocha with cream. medium mocha with cream. احنا قلنا طبعا الحجم اللي هو medium، نوع موكا مع الكريم هقول with cream. تمام؟ كويس جدا. طيب عايزين بقى نضيف اضافة صغيرة. لو انت عايز تطلب قهوة متلجة فهتضيف قبلها كلمة iced. يعني قبل نوع القهوة هتضيف كلمة iced. على سبيل المثال لو انت محتاج قهوة مثلجة حجم كبير نوع لاتيه مع قليل من الدسم. الأول هنقول الحجم، أنا قلت حجم كبير يبقى large. عايزها مثلجة هزود كلمة iced. النوع بقى لاتيه يبقى large iced latte. عايز بقى قليل الدسم، لبن قليل الدسم اللي هو low fat milk يبقى with low fat milk. يبقى على بعضها I'd like to have large iced latte with low fat milk. طيب هسألك بقى ومتأكد تماما ان انت تعرف تجاوب. لو انا عايز اطلب قهوة مثلجة حجم وسط نوع امريكانو مع لبن كامل الدسم تبقى بقى ازاي؟ قدامك 5 ثواني. Great job. Very good. هتبقى medium iced americano with full fat milk. طيب دلوقتي بقى عرفنا ازاي نطلب قهوة كويس جدا. نرجع بقى للمحادثة. جيني زيلينسكي ردت عليه وقالت له اسم القهوة على طول بدون أي إضافة، فقالت له an espresso please. an espresso please. يعني طلبت قهوة عادية جدا اللي هي black coffee دون أي إضافة. فالنادرة اللي شغالة في الكافيه أو اللي احنا قلنا عليها من شوية باريستا ردت عليها وقالت لها single or double. يا ترى عايزة القهوة دي one shot يعني دفعة واحدة اللي هي single ولا two shots عايزاها بقى double كمية القهوة فيها مضاعفة؟ فطبعا ردت عليها وقالت لها single. وخلي بالنا من الدارك ال، انا بقول single مش single. تمام؟ طيب بعد كده روب طلب بقى القهوة بتاعته فبقى لها can I have latte please. ممكن اخد قهوة نوع اللاتيه اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو قهوة مضاف لها يعني lots of milk يعني لبن كتير جدا. فردت عليه وقالت له large or regular. طبعا في بعض الاماكن بيختلف اسماء الاحجام. large هو الحجم الكبير وريجولار هو الحجم العادي. فقالت له regular or large. فطبعا هو رد عليها وقال لها large. بعد كده الباريستا او الست اللي شغاله في الكافيه قالت له معلومه مهمه جدا to have here or to take away. to have here يعني انت هتاخد القهوه دي هنا جوه المحل or to take away ولا خارج المحل. كلمه to take away يعني هتشرب القهوه بره. وممكن نقولها بطريقه تانية to go. to go معناها ان انت هتبقى بره المحل. يعني ممكن نقول to have here or to take away او ممكن نقول to have here or to go والاتنين برضو شائعين الاستخدام. فرد روب وقال to take away يعني احنا هناخد القهوة وهنمشي يعني هنشرب القهوة خارج المحل. فردت الباريستا او النادرة فقالت له anything else. يا ترى اي حاجة تانية؟ تطلب اي حاجة تانية؟ طيب يا ترى ممكن النادرة تقول تحب تطلبوا اي حاجة تانية بطريقة تانية غير اللي هي قالتها؟ طبعا هي قالت anything else لكن ممكن تقول حاجة زي will that be all يعني ده كل اللي انتوا عايزينه. او ممكن تقول is that everything. is that everything يعني ترى ده كل حاجة. ولكن هي استخدمت التعبير السهل فقالت anything else اي حاجة تانية. فردت عليها جيني زيلينسكي وقالت لها
no thanks. no thanks. خلي بالكوا no. oh مش no. خليها كده no thanks. لا شكرا. طيب تعال بقى نشوف المقطع اللي باقي وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ يلا بينا. Brownie for me, please, and croissant. Okay. How much is that? That's $12.45, please. Sorry, how much? $12.45. Thank you. And your change. Thanks. اهلا بيكم للمره الثانيه. بعد ما شفنا المقطع يبدو ان الراب لسه عايز يطلب حاجه تانية، فقالها brownie for me please and croissant. طبعا براوني ده نوع من انواع الكيكه مضاف لها الشوكولاته، وكرواسانت او ممكن ننطقها كواسو يعني هي لها نطقين. لو قلت كرواسانت صح او كواسو برضو صح. والكواسو ده نوع من انواع الخبز الفرنسي مشهور طبعا، وده شكله ويتاكل دايما مع الفطار. فردت النادلة او الباريستا وقالت لهم اوكي. بعد كده بقى سأل على السعر روب هوكا، فلا how much is that. طبعا how much لها استخدامات كتير جدا، ولكن النهارده هناخد الاستخدام اللي بيسأل عن السعر. فطبعا هو قال how much is that يعني ده بكام. فردت النادلة وقالت له $12.45. فيبدو ان الراب ما سمعش هي قالت ايه، فلها sorry how much. وده طبعا اسلوب مؤدب لما نحب نسمع الكلام التاني مرة، او مثلا حد قال حاجة وانا ما سمعتش هو قال ايه، فدايما كده بعتذر له باسلوب مؤدب واقول له sorry. ممكن اقول pardon me يعني معلش انا اسف، ممكن تقول تاني. فطبعا هي قالت له السعر مرة تانية، فقالت له $12.45. فهو بقى طلع الفلوس واداها لها، فهي طبعا اخدت فلوس وبعدين قالت له and your change هنا ده اسم معناها الباقي، يعني باقي الفلوس بتاعتك. وانا طبعا قال لها thank you. دلوقتي احنا يا جماعه خلصنا كل المحادثه، وانت جاهز ان انت تشوف المحادثه كلها لوحدك، متاكد 100% ان حضراتكم هتفهموا كل حاجه في المحادثه. Can I help you? What would you like, Jenny? An espresso, please. Single or double? Double. Can I have a latte, please? Regular or large? Large. To have here or take away? To take away. Anything else? No thanks. Brownie for me, please, and croissant. Okay. How much is that? That's $12.45, please. Sorry, how much? $12.45. Thank you. And your change. Thanks. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى اكون ساعدتكم لو بجزء بسيط انكم تحسنوا الانجليش بتاعكم. We thank you for watching guys. I'll see you next video.